النهاردة 1 أكتوبر، اليوم العالمي لأحلى وأروع مشروب في العالم، وهو القهوة. النهاردة اليوم العالمي للقهوة. طيب مين اللي اكتشفها؟ تحديدا مش عارفين، بس الروايات بتقول ان اكتشاف القهوة بيرجع للقرن التاسع. كان في راعي غنم بيرعى الماعز اسمه كالدي، ولاحظ ان الماعز بيكون عنده نشاط لما بياكل من شجرة معينة كده شبه التوت. فجرب انه ياكل من نفس الشجرة، لقى عنده نشاط كده وبهجة، فخد التوت وراح لراهب في دير قريب. لكن الراهب رفض استخدامها ورموها في النار. لقوا بيخرج منها ريحة كده مدهشة، اللي طبعا كلنا عارفينها، ريحة البن الخطيرة. فسحقوها بسرعة ورموها في مياه سخنة، فطلع عندنا أول فنجان قهوة في العالم. ووصلت القهوة من أثيوبيا لليمن، وبدأوا يزرعوها في اليمن. ومع القرن الستاشر انتشرت القهوة، وبقت معروفة في مصر وسوريا وبلاد فارس وتركيا. وبعدها وصلت أوروبا، وفي سنة 1615 أدانوها. غالبا كانوا عايزين يعتبروها من الخمرة ولا حاجة، لغاية ما جه واحد اسمه بابا كليمنت وافق عليها بعد ما دقها، وبقت تنتشر أكتر وبدأ التنافس على زراعتها. وحاليا أكبر 5 دول لإنتاج البن في العالم هما البرازيل رقم 1 طبعا، وفيتنام وكولومبيا وأندونيسيا والهند. وفي النهاية أحب أقدم تحية تقدير وامتنان وحب وشكر وكل الكلام الحلو ده لأي حد بينتج قهوة، بيزرع قهوة، بيشرب قهوة. يا رب الأيام كلها تكون اليوم العالمي للقهوة.